ما عادش حد هيلعب خلاص على النيتيف ريزوليوشن. دلوقتي عندنا الاف اس ار والدي ال اس اس والفريم جنريشن. رحب معايا النهارده بضيفنا الجديد الاي اف ام اف او الاي ام دي فلويد موشن فريم. كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى نتعرف على الجديد من اي ام دي. انا عبد الله نور واهلا بيكم في سيليكون فالي. دخلنا في سبق الفريمات الكتيره ونسينا اصلا احنا محتاجينها ليه. خليني اوضح لك اكتر. بنحتاج عامه فريمات اكتر عشان الليتنسي بتقل مع زياده عدد الفريمات، وتاني حاجه هو السموثنس بتاع اللعبه نفسها، واكيد مش محتاجين كل ده ياثر على جوده اللعبه. طيب محتاجين نعرف الفرق بين الفريم جنريشن والفلويد فريم موشن. الفريم جنريشن بيجي في اللعبه نفسها، يعني لو اللعبه مش عامله امبلمنتيشن للفريم جنريشن احنا مش هنقدر نشغله عليها، عكس الفلويد موشن. الفلويد موشن ده شغال على الدرايفر ليفل، يعني ممكن يشتغل معاك على اي لعبه. الفريم جنريشن بيشتغل على كروت الشاشه RTX 4000، ودلوقتي بقى في تويك موجود عندي على القناه ازاي اشغله على RTX 3000 وال2000. انما الفلويد موشن بيشتغل على اي RX 6000 وRX 7000 والاي بي يوز الجايه ان شاء الله من AMD. فاضل ملحوظتين صغيرين AMD قالتهم عشان يشتغل عندي الفلويد موشن على اعلى كفاءه. لازم اول حاجه الفي سينك يبقى اوف، وده عكس الفريم جنريشن اللي الريكومنديشن فيه ان الفي سينك يبقى اون. تاني ريكومنديشن هي عدد الفريمات. عشان اخد احسن جوده من الفلويد موشن لازم يبقى عندي من 60 ل 70 فريم، ده ريكومنديشن بتاع AMD. عكس الفريم جنريشن ممكن يشتغل معايا حتى لو من 20 فريم. ما تنساش ان انت برضو هتحتاج شاشه الريفريشمنت ريت بتاعها على الاقل 120 هرتز عشان تستفيد من التكنولوجيا دي، سواء الفريم جنريشن او الفلويد موشن. تعال اجاوبك على شويه اسئله اكيد هتيجي في بالك. هو انا ممكن اشغل الاثنين مع بعض؟ يعني ممكن اشغل الفريم جنريشن مع الفلويد موشن؟ الاجابه ينفع، مفيش تعارض. بس خليني اقول لك من خبرتي ان الفلويد موشن هيضيف لك شويه بلوري وبرضه هيزود الانبوت لاج. طيب ما انا ممكن اتغلب على اللاج ده ان انا اشغل الانتي لاج في السوفت وير بتاع AMD. هو الكلام ده مظبوط، انا ممكن اشغل فعلا الانتي لاج في السوفت وير، ولكن برضه هتقدر تحسه لما تيجي تلعب اي لعبه. عرفنا الفرق؟ تعال اقول لك بقى ازاي ممكن استفيد من الفلويد موشن في اي لعبه. من رايي هم حاجتين. لما تكون اللعبه نفسها عامله لوك للفريم وده ما يعديش 60 فريم، دي طريقه ان انا اقدر اتغلب بيها على اللوك ده. الحاجه الثانيه لو انا شغال على جيل قديم شويه من السي بي يو، او بمعنى اصح عندي السي بي يو بوتل نيك، هنا برضه هقدر اتغلب على الموضوع ده. ما تنساش برضه ان ده مش الاصدار النهائي، يعني دي لسه البدايه، وممكن AMD تدعم الاجيال القديمه كمان من كروت الشاشه. وبرضه ما تنساش تشوف شرح طريقه تشغيل الفريم جنريشن على كروت RTX القديمه في القناه. واكيد طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. اسيبكم بقى عشان تشوفوا الفرق بنفسكم.